ممكن يكون في الفيديو ده حاجات كتير تغير نظرتك للموبايلات عموما، وممكن كمان تلاقي حاجات كنت متوقعها وطلعت مختلفة تماما. فاحنا النهاردة جايين نستكشف مع بعض الموبايل الجديد من سامسونج، الجالاكسي A17، الموبايل اللي موجود فيه مفاجآت كتير وأسرار لسه محدش اكتشفها بالكامل، وهنشوف هل فعلا يستحق انه يكون صفقة الموسم ولا في تفاصيل ممكن تخليه مجرد رقم في قائمة تليفونات سامسونج الطويلة اللي ما بتخلص. ده اللي احنا هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة. بس يا ريت في الأول تدعموني بلايك وشير، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وتشتركوا في قناتنا التانية قناة سراديب. أنا محمود طمان، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. في البداية خلونا نتكلم عن أول حاجة بتحس بيها أول ما بتمسك موبايل جديد، وهي التصميم. فالجالاكسي A17 من سامسونج جاي بتصميم مريح كده ومهندم بطريقة تناسب الشباب، وده لأن الموبايل جاي بتصميم بسيط وأنيق في نفس الوقت، بيجمع لك ما بين الخفة والراحة في الاستخدام اليومي مع شكل حديث يناسب كل الأذواق. فبالنسبة للخامات، الموبايل جاي بإطار من البلاستيك قوي، والظهر بتاع الموبايل مصنوع من الألياف الزجاجية واللي بتديله ملمس ناعم وشبه زجاجي، لكن في نفس الوقت مع متانة أعلى من البلاستيك العادي. بس طبعا هي مش مادة كاملة ضد الخدوش، وعلشان كده طبعا بنصحك انك تركب كفر للموبايل علشان تحافظ عليه. أبعاد الموبايل أنحف وأخف بالمقارنة مع الجيل السابق السامسونج A16، وده بيديله شكل عصري جدا مع لمسة راقية سواء في إيدك أو لما تحطه على أي ترابيزة. الكاميرات الخلفية بتاع الموبايل متوزعة بشكل عمودي في وحدة كاميرا مستطيلة كده على طرف الموبايل، واللي بيجي جنبهم فلاش LED. الموبايل بيجي بثلاث ألوان رئيسية، الأسود والرمادي والأزرق، وكلهم ألوان هادية وعصرية مناسبة لشريحة كبيرة من المستخدمين سواء شباب أو بنات. فباختصار التصميم هنا مدروس كويس علشان يديك إحساس ممتاز في الإيد مع الحفاظ على مظهر عصري جذاب، وكمان تم اختيار مواد تصنيع عملية بتحافظ على المتانة بس مع وزن مناسب ومريح للاستخدام اليومي. الشاشة هي النافذة اللي انت من خلالها بتبص وتشوف وتجرب كل حاجة موجودة في الموبايل، وهنا في الجالاكسي A17 من سامسونج الشاشة بتقدم لك توليفة ما بين حجم كبير وجودة ألوان ممتازة مع انسيابية عالية في الحركة، واللي بتخليك تستمتع بكل لحظة ليك مع الموبايل. فالشاشة هنا هي شاشة مميزة جدا من نوع سوبر أموليد، واللي حجمها كبير مقاسها 6.7 بوصة بدقة فول اتش دي بلس، بحيث ان كثافة البكسلات في الشاشة 2340 في 1080 بكسل، وده هيديك ألوان زاهية وتفاصيل واضحة جدا سواء بتتفرج على فيديوهات أو بتلعب جيمز. وكمان من المميزات المهمة في الشاشة دي انها بتيجي بمعدل تحديث ريفريش ريت 90 هرتز، وده بيخلي الحركة على شاشة ناعمة جدا سواء في التصفح أو لعب الجيمز أو حتى لما تيجي تتنقل ما بين التطبيقات. ده بيخلي تجربتك كلها على الموبايل أسرع وأحلى بدون تقطيع، وطبعا ده بيفرق جامد عن الشاشات التقليدية اللي ب 60 هرتز بس. ولكن برضو علشان أكون واضح وأمين معاك، إن إحنا بقينا بنشوف شاشات بتيجي ب 120 هرتز في فئات سعرية أقل، ودي بصراحة حاجة كنت أتمنى أشوفها في الجالاكسي A17 من سامسونج. ولما نيجي بقى نتكلم عن السطوع بتاع الشاشة، فوضع السطوع العالي هنا في الشاشة دي بيوصل لغاية 800 نتس 800 شمعة، وده في وضع الهاي برايتنس مود. والسطوع ده ممتاز عشان يخلي الشاشة بتاعتك واضحة ومريحة للاستخدام تحت أشعة الشمس المباشرة. ولكن بقى السطوع العادي للشاشة دي بيكون أقل من كده، حوالي 350 أو 370 شمعة. وكمان الشاشة دي محمية بطبقة حماية جوريلا جلاس فيكتوس، واللي بتخليها قوية ضد الخدوش والصدمات البسيطة. والشاشة هنا مش كاملة للأسف بنسبة 100%، نسبة الشاشة لجسم الموبايل حوالي 86% بس، وده لأن الحواف اللي حوالين الشاشة كبيرة شوية لما نيجي نقارنها ببعض المنافسين في الفئة السعرية دي، وده بصراحة بيخلي الموبايل مش بنفس الشكل العصري بتاع الموبايلات اللي بحواف أصغر من كده. وعلشان كده أنا مش شايف إن الشاشة دي مثالية من ناحية التصميم الخارجي بتاعها بسبب الحواف والنوتش اللي موجود في الشاشة. نقطة تانية مهمة هي نوع الشاشة دي السوبر أموليد، اللي بتتميز بتوفير طاقة أفضل عن الأنواع التانية، وكمان ألوان سوداء عميقة، وده بيحسن من تجربة مشاهدة الأفلام أو تصفح الصور بشكل كبير. فببساطة الشاشة دي بتاع الجالاكسي A17 من سامسونج هي واحدة من أهم المميزات اللي بتخلي الموبايل ده اختيار قوي في الفئة المتوسطة، لأنها بتوفر لك جودة عرض ممتازة مع انسيابية وسلاسة في الاستخدام. لما نيجي بقى نتكلم عن الأداء، فالجالاكسي A17 من سامسونج مش بس بيشغل لك الجيمز والتطبيقات بسلاسة، لا ده كمان بيعتمد على معالج حديث ومتطور، واللي بيقدم لك توازن جيد جدا ما بين السرعة وكفاءة استهلاك الطاقة.
فالأداء هنا بيخلي تجربة الاستخدام اليومية مريحة وحيوية في نفس الوقت. فالموبايل هنا بيجي بمعالج جديد من سامسونج وهو الإكزينوس 1330، والمعالج ده داعم لشبكات الجيل الخامس ال 5G، والمعالج ده مصنع بدقة 5 نانومتر، وده نفس المعالج اللي موجود في النسخة اللي قبل كده ال A16. فهو معالج اوكتا كور ثماني النواة، نواتين بيوجوا بسرعة 2.4 جيجا هرتز ودول الاستخدامات الشاقة أو التقيلة، و6 أنوية بيوجوا بسرعة 2 جيجا هرتز ودول علشان الاستخدام اليومي وكمان يوفروا في استهلاك الطاقة. والمعالج الرسومي هنا من نوع مالي G68 MB2 واللي بيتناسب مع الاستخدامات اليومية والجيمز المتوسطة بشكل كويس جدا. فأقدر أقول لك بصفة عامة إن الموبايل ده هيقدم لك أداء سلس في التصفح وتشغيل التطبيقات بتاعت السوشيال ميديا والجيمز الخفيفة والمتوسطة كمان، وده لما تيجي تلعب الجيمز دي على إعدادات جرافيك متوسطة. ولكن برضو للأمانة علشان أكون واضح وصريح معاك إن الموبايل ده أو المعالج ده مش مناسب خالص للجيمز التقيلة، خصوصا لو أنت هتلعبها على أعلى إعدادات جرافيك. الموبايل بيجي بإصدارات مختلفة من الرامات والسعة التخزينية، واللي بتبدأ من أول 4 جيجا رام ذاكرة عشوائية مع سعة تخزينية 28 جيجا بايت، وعندك خيارات بقى لغاية 8 جيجا رام ذاكرة عشوائية و256 جيجا بايت سعة تخزينية، مع إمكانية إضافة كارت ميموري لغاية 2 تيرا بايت. ومن ناحية الأداء الحراري الموبايل بيتميز بثبات وتوازن في درجة الحرارة مع الاستخدام المستمر، فالموبايل ما بيسخنش منك بطريقة مزعجة حتى مع استخدام الجيمز أو التطبيقات التقيلة. فبشكل عام الأداء في الجالاكسي A17 من سامسونج مناسب جدا للاستخدام اليومي، لكن مش هيكون مناسب للمستخدمين اللي عايزين أداء ألعاب تقيل أو مهام معالجة معقدة على أعلى مستوى. لو أنت من الناس اللي بتدور على كاميرات متوازنة تديك صور وفيديوهات بشكل محترم ومن غير تعقيد ومن غير كمان تكلفة عالية، يبقى لازم تفكر في الموبايل ده بشكل قوي، الجالاكسي A17، لأنه هيقدم لك تجربة تصوير محترمة جدا، هي من أفضل تجارب التصوير اللي ممكن تلاقيها في الفئة السعرية دي كلها، خصوصا كمان إن سامسونج في الموبايل ده بتركز جدا إنها تقدم لك توازن ما بين جودة التصوير وتنوع الاستخدام. فالموبايل بيجي بكاميرا خلفية ثلاثية، الكاميرا الأساسية بتيجي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.8 واللي مزودة بمثبت بصر OIS علشان يمنع الاهتزاز في الصور والفيديوهات، وده طبعا بيخلي التصوير في ظروف الإضاءة المختلفة ممتاز جدا. عندك كمان الكاميرا التانية هي كاميرا الترا وايد اللي بتيجي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.2 واللي بتديك مجال أوسع للتصوير خصوصا في المناظر الطبيعية أو الصور الجماعية. أما بقى الكاميرا التالتة فهي كاميرا ماكرو اللي بتيجي بدقة 2 ميجا بكسل، ودي علشان تقدر تصور بيها التفاصيل الصغيرة كده عن قرب. فبصراحة الكاميرات دي هتقدم لك تجربة استخدام يومي في التصوير جيدة جدا. الصور بتاعتك هتكون ألوانها براقة كده هتشدك وتبهرك من أول نظرة، ألوان جميلة مظبوطة مش بهتانة ولا مفرقعة. هتاخد صور هتعجبك جدا خصوصا لو انت من عشاق التصوير العادي والفيديوهات الاجتماعية. وعندك كمان مميزات إضافية زي التثبيت البصري والزوم الرقمي لغاية 10x 10 مرات، وكل الحاجات دي بتخلي الموبايل ده خيار قوي جدا في التصوير في الفئة السعرية بتاعته. وكمان عندك الذكاء الاصطناعي بيلعب دور كبير جدا في التصوير أو تجربة التصوير بصفة عامة مع الموبايل، لأنه بيحسن من جودة الصور بشكل ملحوظ، وده من خلال التعرف على المشاهد وتعديل الإعدادات التلقائية سواء كنت بتصور في ظروف إضاءة ضعيفة أو سيلفي أو مناظر طبيعية. وكمان عندك أوضاع تصوير خاصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي زي وضع النايت مود اللي بيرفع جودة الصور في الإضاءة المنخفضة بكل سهولة. أما بقى بالنسبة لتصوير الفيديو فأنت هتقدر تصور فيديوهات بجودة فول اتش دي بلس بدقة 1080 بكسل ب 30 فريم في الثانية، وكمان زي ما قلت لك عندك مثبت بصر OIS علشان يمنع اهتزاز الفيديو وانت بتصور. وبالنسبة بقى للكاميرا الأمامية فهي برضو من الحاجات اللي هتعجبك في الموبايل، لأن التليفون بيجي بكاميرا أمامية وحيدة بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.0 واللي هتقدم لك صور سيلفي واضحة جدا مع ألوان طبيعية. وكمان عندك وضع تحسين الصور اللي بيساعد في ظهور البشرة بمظهر أفضل، فأنت هتقدر تعتمد عليها إنك تاخد بيها صور سيلفي هتعجبك جدا للسوشيال ميديا. وهي كمان بتدعم تصوير فيديوهات بجودة فول اتش دي بلس واللي هتكون ملائمة جدا للبث المباشر أو الفيديو كولز. الجالاكسي A17 من سامسونج بيجي بأحدث نظام تشغيل أندرويد 15 مع أحدث واجهة مستخدم من سامسونج وهي ال One UI فيرجن 7، الواجهة الجديدة اللي بتقدم لك تجربة استخدام سلسة وسريعة مع تحسينات واضحة في الأداء والواجهة، وهي بصراحة من أفضل واجهات المستخدم اللي ممكن تلاقيها في أي جهاز أندرويد. الواجهة دي كمان بتدعم الكثير من المميزات الذكية اللي بتخلي التنقل ما بين التطبيقات أسهل وأسرع، وكمان بتوفر لك مزايا علشان تحافظ لك على البطارية وتحسن استهلاك الموارد بتاع الموبايل.
فمن أهم مزايا واجهة سامسونج الوان يو اي دي هي السهولة في الاستخدام مع تخصيص عالي وأدوات ذكية بتسهل لك التعامل اليومي مع الموبايل، زي ميزة تقسيم الشاشة المالتي ويندو، وكمان عندك الوضع الليلي التلقائي، وكمان التحكم في الإشعارات بشكل مرن. وسامسونج كمان بتقدم لك في الواجهة دي مميزات خاصة بالأمان زي وضع المجلد الآمن اللي بيقوم بحماية الملفات والتطبيقات الحساسة اللي موجودة على الموبايل بتاعك، وكمان عندك دعم خدمات سامسونج السحابية علشان تقوم بنسخ البيانات بتاعتك واستعادتها بكل سهولة. ولكن بقى من أهم وأقوى المميزات اللي موجودة في الموبايل ده، ودي بقت السياسة العامة لسامسونج من السنة اللي فاتت، هي مدة التحديثات الطويلة اللي بتقدمها لك. فالموبايل ده بيوفر لك لغاية 6 تحديثات رئيسية لنظام الأندرويد، وكمان مع 6 سنين تحديثات أمنية. يعني هتقدر تستفيد من أحدث مميزات الأندرويد لسنوات طويلة جدا قدام، 6 سنين بقولك. ودي بصراحة حاجة مفيش أي موبايل تاني بيقدمها لك في الفئة السعرية دي ولا في الفئات السعرية الأغلى. أما بقى بالنسبة للبطارية، فبصراحة سامسونج مش مميزة قوي في الحتة بتاعة البطاريات وسرعات الشحن دي، ولكن بصفة عامة الموبايل يعني مقبول بالنسبة لسعة البطارية لقدرة الشحن. فالموبايل بيجي ببطارية بسعة 5000 ملي أمبير، واللي هي ساعة كويسة بتضمن لك إن الموبايل هيكمل معاك اليوم كله من غير أي مشاكل، حتى لو أنت بتستخدم الموبايل بشكل تقيل شوية. والموبايل بيدعم قدرة شحن 25 واط، واللي بصراحة ما أقدرش أعتبرها بمقاييس دلوقتي إنها شحن سريع خالص. فالبطارية وسرعة الشحن هنا بتاع الموبايل مش وحشين، ولكن ما أقدرش أعتبرهم من مميزات الموبايل، خصوصا إن المعالج والسوفت وير بتاع الموبايل بيستخدموا البطارية دي بأكفأ طريقة ممكنة. الموبايل بيجي بمستشعر بصمة، واللي مدمج في المكان العملي جدا في زر الباور، واللي بصراحة أداؤه ممتاز من حيث الدقة أو السرعة بتاعته. وكمان الموبايل بيدعم خاصية الفيس انلوك علشان تقدر تفتح التليفون بتاعك باستخدام بصمة ولاج الفيس اي دي، واللي برضه بتشتغل بشكل كويس من حيث دقتها أو سرعتها. الموبايل كمان بيجي بالمستشعرات الأساسية زي مستشعرات التسارع والتقارب والضوء المحيط البوصلة، والجي بي اس اللي في الجهاز أداؤه كويس من حيث الدقة أو السرعة بتاعته. وكمان الموبايل موجود فيه مستشعر جيروسكوب اللي بيستخدم في تطبيقات الواقع المعزز والجيمز. وكمان الموبايل بيدعم شبكات الجيل الخامس ال 5G، وبيجي بإصدار بلوتوث حديث 5.3. ولكن بقى من أهم وأقوى المميزات اللي موجودة في الموبايل ده إنه بيجي بمستشعر الاتصال قريب المدى ال NFC، واللي طبعا هيكون مهم جدا لو أنت بتستخدم الدفع الإلكتروني كتير. ولكن خلي بالك إن المستشعر ده مش موجود في كل النسخ، فتأكد الأول قبل ما تشتري الموبايل هل النسخة اللي موجودة في بلدك موجود فيها المستشعر ده ولا لأ. وكمان الموبايل بيجي بمعيار مقاومة الماء والغبار ال IP54، وده بيخليه يتحمل رذاذ المية والغبار العادي، وطبعا ده هيديك أمان أكتر في الظروف المختلفة. وسعر بيع الجهاز بيبتدي من أول $260. أول ما يكون الموبايل متوفر للبيع في السوق هسيب لكم لينكات الشراء تحت في صندوق الوصف علشان اللي حابب يشتري التليفون ده. رغم ان الموبايل بيجي بمجموعة مميزات قوية ومحترمة جدا هتعجبك، الا ان زي ما بقول دايما مفيش اي موبايل خالي من العيوب مهما كان، والعيوب دي انت لازم تعرفها كويس قبل ما تقرر تشتري الموبايل علشان تحدد هل هيناسبك ولا لا. فاول وابرز حاجة في العيوب دي هي وجود حواف كبيرة حوالين الشاشة، وده بيقلل من احساس الشاشة الكاملة لما نيجي نقارنها بموبايلات تانية في نفس الفئة السعرية. وكمان الشاشة دي رغم انها شاشة سوبر اموليد الا انها ما بتجيش باعلى مستوى سطوع، فلو انت من الناس اللي بتستخدم الموبايل كتير في الشمس لفترات طويلة ممكن تلاقي السطوع بتاعها اقل من المتوقع. وعيب كمان ان الشاشة دي بتيجي ب 90 هرتز بس مش 120. وبالنسبة للأداء فالمعالج اللي هو الإكزينوس 1330 هو معالج جيد جدا للمهام اليومية والاستخدام العادي، لكنه بصراحة مش مناسب للجيمز أو التطبيقات التقيلة اللي بتحتاج معالجة عالية جدا، وطبعا ده ممكن يضايق محب الجيمز القوية. العيب اللي بعد كده ان الموبايل بيجي بسماعة وحيدة مونو مش ستيريو، وكمان الموبايل مفهوش راديو FM. ومن ناحية الكاميرات والتصوير فللأسف الموبايل بيدعم تصوير فيديو بجودة Full HD بلس، مفهوش تصوير 2K ولا 4K، وده يعتبر نقطة ضعف لو بتحب تصور فيديوهات بجودة عالية. طيب دلوقتي بعد ما عرفنا كل مميزات الموبايل ده الجالاكسي A17 وكمان عرفنا أهم عيوبه، بيجي دلوقتي توقيت السؤال المهم جدا، وهو هل تشتري الموبايل ده ولا لأ؟ بص يا سيدي، لو انت بتدور على موبايل في فئة سعرية اقتصادية أو بداية الفئة المتوسطة يكون بيقدم لك شاشة كبيرة وجميلة من نوع سوبر أموليد مع كاميرات محترمة بمثبت بصري مع دعم لتحديثات أندرويد لمدة طويلة جدا، يبقى الجالاكسي A17 هيكون اختيار ممتاز بالنسبة لك، مناسب جدا للمستخدمين اللي محتاجين موبايل للاستخدام اليومي، تصفح سوشيال ميديا ومشاهدة فيديوهات وجيمز متوسطة. لكن بقى لو انت من محبين الجيمز التقيلة أو بتحتاج شاشة بحواف أقل وتصميم فاخر أكتر، أو عايز كاميرات بتدعم تصوير فيديوهات 4K، فهنا بقى لازم تبص لخيارات تانية هتكون أحدث وأغلى في السعر طبعا.
وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عندك أي سؤال عن الموبايل ده أو أي موبايل تاني سيبولي في التعليقات وهرد عليك بنفسي في أسرع وقت. وكمان ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا الجديدة أول بأول. أشوفكم الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.